السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت بهذا الفيديو جديد هكا، غنديروا واحد لي كاب كيك ولا مادلين، المهم اللي كل واش يقول لهم. انتما تيجيو على هذا الشكل، تيجيو هشاشين وتيجيو عاليين، تيجيو مبومبين من الفوق وزوينين، وغادي نزينوهم بداك لي بيبيت شوكولا. ودابا غادي تشوفوا معايا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا عندنا كاس ديال السكر حبيبات، عندي كاس ديال الزيت ناقص واحد الصبع، عندي كاس دانون ديال الفاني، جوج بيضات وجوج خمارات، واحد فاني وواحد ساشي د الكاكاو، وعندي تما واحد القبصه ديال الملح، وهنايا معلقه كبيره ديال الخل، وهنا الدقيق خلاص حسب الخليط ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نهرسوا هاد البيضات ديالنا على هذا الشكل. غنزيدوا الفاني، ها هي غادي نحلوها على هذا الشكل صافي، وغنزيدوا السكر، قلنا كاس ديال السكر، غنزيدوا القبصه ديال الملح حتى هي على هذا الشكل صافي. دابا غنجيبوا الطراب الكهربائي ديالنا وغادي نبداو نخلطوا مزيان. غنخلطوا البيض وسنيده وهذا حتى تذوب معنا سنيده، ضروري تذوب ديك سنيده والبيض شويه يتبدل اللون ديالو. غنبقاو غاديين هكا في الطراب. هانتوما كيولي على هذا الشكل، تيولي الخليط بيض وبحال مرغوي شويه صافي. غنبقاو دابا نزيدو الزيت شويه بشويه وحنا تنطربوا على هذا الشكل، حيت شحال ما البيض تخدم مزيان تيجيو طالعين. صافي دابا غادي نزيدو دانون، قلنا بمذاق الفاني دابا على هذا الشكل، وغادي نعاودو نطربو مزيان صافي. دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق. انا عبرت لكم بالكاس، هذا الكاس الاول خلاص الدقيق غيكون مغربل ضروري صافي. دابا تنحركو مزيان وغادي نزيد ان شاء الله الكاس الثاني على هذا الشكل. انا تنعمرو صافي. غادي نجيب الخمارات ديالنا بجوج وغادي نبداو هكا نزيدوهم وغادي نخلطوه مزيان صافي. الخليط ما تيكون ما ثقيل ما خفيف على هذا الشكل. هانتوما تشوفوا القوام ديالو كي داير. هنايا غادي نزيد المعلقه د الخل، هي الاخريه تنخليوها، هي تتعطي داك تجيبوه هشيش وزوين صافي. غادي نخلطوه هكا على هذا الشكل مزيان صافي. هكا كيجي القوام ديال العجينه. هانتوما تندير دوك الخطوط من الفوق ما تيهبطوش دغيا، تيبقاو باينين. هنايا غادي نقص واحد شويه د العجينه، جات شي 4 المعالق هكا كبار ولا هذا، هذه باش غادي نزوقوا لي كاب كيك ديالنا صافي. غنجيبوا الساشيه ديال الكاكاو وغادي نغربلوها فيه وغادي نحركو مزيان باش تعطينا اللون ديال الشوكولاط في ديك العجين. هانتوما تشوفوا على هذا الشكل صافي. هنايا غادي نبدا نحرك على هذا الشكل كما قلت لكم. هنا غادي نزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الماء، حيت الكاكاو تيتقل لنا شويه العجينه باش يجينا القوام بحال البيضه بحال القهويه صافي. هنايا جبت المول ديال الكاب كيك ودرنا فيه دوك الكويغطات على هذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا. دابا غنجيب معلقه كبيره وغادي نبدا ندير نخوي فيها هكا من العجينه زعما البيضه على هذا الشكل. غادي ندير غير معلقه وشي شويه، المهم اننا ما خصناش نعمروا دوك الكويغطات حتى الفم. ومن بعد غادي خلاص نزيدو حتى ديك المعلقه من ديك هذا العجين ديال الكاكاو، وكما قلت لكم باش ما يفيضوش. الا عمرناهم حتى الفوق كاع غادي في الطياب غادي يفيضوا ويخسروا لنا الشكل ديالهم. هانتوما كما تشوفوا معايا.
صافي هنا من بعد ما كملنا من العجين ديال الشكلاط غادي نزيدو واحد شويه ديال العجينه البيضاء باش تجي رخاميه، تجي مزيوقه. راكم شفتوا في اول الفيديو كتجي رخاميه وزوينه والمنظر ديالها حتى هو تيجي زوين. صافي هنايا غنجيبو هاد لي بيبي شوكولا وغادي نزوقهم من الفوق على هاد الشكل. غنديرو شويه شويه هكا نفتتوه من فوق منها. صافي دابا في هاد الاثناء راه الفران تيسخن، شعلته. غادي نشعلو عليها الفران غير من التحت وتنشوفوها هذا طلعت وبدات تتحمر من الجنيبات، عاد غادي نشعلوها من الفوق باش تحمر لنا ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكب كيك ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا تيجيو محمرين وتيجيو طالعين زوينين وهشاشين هانتوما على هذا الشكل هذا. وتنقول لكم ما تنسوناش من لي لايك ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.